برج الثور وقراءة منفصلين شهر فبراير. الناس المنفصلة سواء حبيبها أو كان شريكها أو زوج أو عايشة منفصلة مشاعريا ومحتاجة تعرف إيه القرارات اللي في العلاقة دي وأهم القرارات اللي هي ممكن تاخدها، أو كمان مشاعر حبيبها أو شريكها ده ليها إيه دلوقتي، ويا ترى شايفها إزاي، ويا ترى خطواته ليها إيه. يلا نبتدي القراءة. حطوا نواياكم على الشخص اللي انتم منفصلين عنه واكتبوا لي في التعليقات نستقبل الطاقة أو نستقبل الرجوع، أو اكتبوا لي أي حاجة انتم حابين تشبكوا الطاقة مع القراءة فيها علشان توصل لكم المعلومات اللي انتم حابينها أو انتم محتاجينها في العلاقة. بسم الله. ناخد طاقة الثور في العلاقة دلوقتي. طاقة الثور الآن. طيب طاقة شريك الثور. بشوفك يا ثور. بشوفك يا ثور. بت بتستقبل قرار كده بتفكر فيه بقوة، والقرار ده حاسس ان هو اللي هيغير لك ويحل لك كل مشاكلك. انك انت بتستنى حاجة الهية، حاجة من ربنا، او منتظر، او بتجيلك بالفعل الان حاجة من ربنا بتغير لك وتعدل لك مسارات كتير. قرار بيكون نافع ليك، قرار بيكون لصالحك، بتاخده بوعي وبتاخده باتصال الهي وبتاخده في بثقة بالله ان انت ده هيكون تغيير مسارك. طيب في عندي بشوف تقلبات عند الثور ومحتاج ياخد قرار بالانفصال الحقيقي. الثور هنا منفصل مشاعريا، وفي منكم للبعض منكم ما انفصلش حقيقي ولكن بيفكر في الانفصال بوعي، بيفكر بوعي، وبيفكر كمان في ترتيب افكاره حسب عاداته وتقاليده. في حاجات كتير في عاداته في عندك انت يا ثور بتعوقك، عادات، تقاليد، عرف، حاجة بتعوقك في العلاقة دي، حاجة بتمنعك ان انت تقرب من الشريك ده. كمان بشوفك يا تور بتفكر للانفصال للبعض منكم، لان الطاقة عامة. الطاقة اللي طالعه لي في شخص، يعني اشخاص من برج الثور بيفكروا في الانفصال والزواج من شخص اخر. في شخص اخر في حياة الثور، شخص اخر بيظهر للثور في العلاقة دي او هيظهر، بس هو بيفكر في الانفصال الثور نهائيا. طيب متقلب المشاعر، متقلب المزاج، وحاسس ان هو مش عارف ياخد قرار، وان هو ما بين مشاعره مشاعر حب وما بين مشاعر غضب، والغضب والحب عمالين بمندمجين مع بعض. مشاعر طلاق، مشاعر جواز، مشاعر قرب، مشاعر بعد. كل واحد بياخد الكلام ده على حسب الحال اللي هو فيه، لان في ناس منفصلة مش متجوزين اصلا، يعني علاقات عادية طياري او علاقات مش فيها انفصال جواز او طلاق، ولكن بتاخد المعنى حسب ما انت علاقتك عاملة ازاي. مش لازم المعنى يكون بالظبط ولا لازم الكلام يكون بالظبط، بس انت بتاخد معاني ما وراء الكلام عايزة توصل لك رسالة. الرسالة دي عايزة تقول لك ايه؟ في تقلبات مزاجية رهيبة عند الثور، ما بين غضب وما بين حب، ما بين مشاعر عمالة تطلع، أثر خيانة، أثر ضغط، أثر أيام صعبة على الشطور، ولكن حيرة رهيبة ما بين طلاق وجواز، ما بين بحبه وبكرهه، ما بين أرجع له ولا مرجعوش، طب بحب آخر، طب أتجوزه ولا ما أتجوزوش، في طب أقرب منه أو ما أقربوش حتى لو مش جواز، لو حاجة تانية. ف أقرب من هذا الشخص الجديد ولا ما أقربش، والدنيا متلخبطة جدا عند الثور، ولكن الحيرة كبيرة. ولكن الثور مشكلته الأساسية إنه عايز الشريك، مش الحبيب التاني، يعني مش الشخص اللي عايز يتجوزه، هو عايز الشريك أكتر. يعني مشكلته إنه عايز الشريك أكتر لأنه بيربطه بيه حاجة، ممكن يكون بيربطه بيه أطفال، بيربطه بيه عشرة، تعود، تعلق، حاجة. طب خلينا نشوف طاقة شريكك.
الشريك بيطلع منه أو بيظهر منه حاجات جديدة. الشريك بيتغير تماما، متغير عليك. آه، بيعرف غلطاته، بيعرف أزماته، بيعرف أسباب بعده في العلاقة دي. تمام. وكمان مشكلة الشريك إن هو شخص مش بسيط، شخص عارف هو بيعمل إيه، وشخص كان عارف هو بيعمل إيه أصلا في العلاقة، وشخص قدر يعني عايزة أقول يأثر عليك أو يضغط عليك بحاجات كتير. شخص كان عارف مداركك وأماكنك الضعيفة، كان بيضغط عليها، ولكن أنت اللي اديت له الفرصة لأنك أنت اللي فرطت في حدودك. مش هو السبب، أكيد أنت السبب، لأنك أنت لو اهتميت بحدودك ما كانش الشخص ده قدر يعمل معاك حاجة. طيب، خلينا أقول كمان إن في انتقال أو بعد أو رحيل الشريك من العلاقة بقرار منه هو علشان يحافظ على كرامته. يعني بيقدر على نفسه، يعني إيه؟ بيقدر على ذاته الداخلية علشان بيجبرها إنه يبعد عن العلاقة دي علشان كرامته، علشان كبريائه، علشان إنه الشخص ده شخص شايف إنه مش عادي، إنه شخص مش عادي، شخص عنده إمكانيات، وشخص عنده كاريزما، وشخص عنده شخصية قيادية. الشخصية دي قيادية الشريك. طيب، خلينا نقول مشاعره اتجاهك ايه دلوقتي هذا الشريك. شايف ان انت كنت الشخص المناسب ليه، وانسب شخص كان ممكن يعيش معاك، وانت بالفعل نصه التاني، بس مفيش انجذاب قوي في العلاقة دي. يعني كان شايف ان انتوا قريبين من بعض، ولكن مفيش انجذاب قوي في العلاقة دي، برغم انه شايف انه شبهك قوي، بس برضه شايف ان في حاجات بتبعدكوا عن بعض قوي. طيب، الشخص ده خطواته ليك ايه يا ثور؟ خطواته ليك تصالح برضو. يعني خلينا ناخد كارت من الكروت دي. انا شايفة ان هو بيفكر في تصالح ليك رغم كبريائه، ورغم ان هو شخص عنيد، ولكن بيفكر في التصالح. آه عنده حنين للماضي. اه عنده حنين للماضي، وعايز يرجع لك، وعايز يبقى فيه حب او بداية جديدة، ولكن عنده مشاكل ومخاوف منك كبيرة جدا. عنده مخاوف من الماضي، عنده ازمات كانت في الماضي، عنده حاجات بترجع تاني تقوله ليه تعمل كده. هو عمل يعني، عارفين في سيناريو بيدور في دماغه دايما ضدك مش لصالحك. فهو عنده النية انه يرجع، في اطفال، في حاجة ما بينكم بترجعكم، وانت كمان عندك النية، ولكن انت يا دور محتار ما بينه وما بين شخص تاني. انت خلاص قررت ان انت تتجوزه، بس في حاجة ما بينكم، اطفال او علاقة او حاجة بتجمعكم تاني، علشان خاطر في انتوا الاتنين قاعدين على، يعني ده عايز يرجع وده عايز يرجع، بس في مشاكل هنا في مشاكل هنا، فالدنيا مش افضل حاجة. طيب، الشخص هل هيرجع؟ مخاوفه اقوى منه. يعني هل هيبادر انه يصالح ويبقى في تصالح؟ حاجة بتضغط عليه قوي نفسية. ممكن يكون عيلة، أهل، ناس، مخاوف، غيرة، حاسس إنه انظلم في حاجة تخص الموضوع كده. طيب، إيه خطواته؟ يا ترى إيه خطوته ليك؟ حال الشخص ده مش أفضل حال، حاله مقلوب، حاله مقلوب. عايز يرجع بس مش قادر ياخد الخطوة. عايز يرجع كرامته، مش قادر، بس هو مقتنع ان ده صح. يعني هو مقتنع ان ده الصح يا دور، وعايز يرجع، لكن بيقول مش دلوقتي، هستنى شوية، الوقت مش مناسب. يعني في نيته قرار الرجوع، لكن مش عارف ياخده. حاجات بتضغط عليه قوية، أحكامه عليك، مشاعره ناحيتك، الحاجات اللي حصلت ما بينكم، المشاكل، كرامته، كبريائه، شكله قدام الناس، حاجات كتير كده. طيب، بشوف ان القراءة بتاخدنا. آه طيب، انا عايزة اخد كارت. يا ترى شايفك ازاي؟ شايفك هو بيراقبك، وشايفك مهتم بحاجة تانية، وعقلك رايح حاسس بيك برضه. الشخص ده حاسس بيك،
يا رب تكون